السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير وكمان بحبكم كتير في الله. النهاردة يوم جديد بفناجين جديدة وابراج جديدة. النهاردة بإذن الله هنفتح طاقة فنجان اصحاب برج العقرب. اتمنى من الله الفنجان ينطبق عليكم كلكم. ولو اول مرة تشوفوا فنجانكم معايا واول مرة تشوفوا القناة، اتمنى وجودكم باشتراككم وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار، وكمان تكونوا من ضمن أسرتنا أسرة أم مازن في عالم الروحانيات. أصحاب برج العقرب، صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير وتعليق إيجابي منكم، ونقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة شايفاها لك يا برج العقرب، أنا شايفة إن أنت عندك في طاقتين من الرزق أو في مبلغين جايين ليك، ولو انت في طاقة انتظار لفلوس تجيلك من مكان معين هتجيلك بإذن الله. شايفة كمان يا برج العقرب ان انت في عيون كتير عليك، ومن الواضح ان انت واخد عين قوية جدا. في ناس مركزة معاك او في ناس حسداك جامد على فكرة. حاول ان انت تحصن نفسك، وحصن نفسك بالتأكيد صبح وليل، لان من الواضح ان فيكم ناس كتير الفترة دي انتم عندكم زي ضيقة بتجيلكم في الصدر او خنقة بتجيلكم، وساعات بيبقى هاين عليكم ان انتم تبكوا على فكرة، وده اثر حسد وطاقة قوية عليكم على فكرة. شايفة يا برج العقرب ان انت الفترة دي عليك مسؤولية كبيرة قوي. الفترة دي انت مضغوط جدا وعليك حمل كبير زيادة عن اللزوم بصراحة، وكمان ضاغط نفسك بالتفكير. فانت الفترة دي مطلوب منك ان انت تريح اعصابك شوية، مطلوب منك ان انت تريح ذهنك شوية، لان انت بتفكر في حاجات كتير قوي قوي قوي، وزي ما يكون في حاجات كتير عايز تعملها وعايز تمشي في كذا اتجاه وعايز تاخد خطوات كتير، بس مش عارف تبدأ منين او تبدأ ازاي. فانت محتاج ان انت تهدى، ومحتاج ان انت تاخد وقتك في التفكير، لان انت عندك لخبطة، انت ملخبط كل حاجة على فكرة يا برج العقرب. زائد ان انا شايفة ان انت عندك كمان في زي استعجال، او في بمعنى اصح اللي هو انت متسرع، بمعنى اصح اللي هو بص كل الحاجات دي جاية على اعصابك وعاملة لك استرس، وانت بقى عايز تخلص. فهتخلص ازاي؟ هتخلص ازاي اللي لما تهدى وتاخد وقتك في التفكير؟ وخلي بالك ما ينفعش تاخد خطوة في اي شيء غير لما تكون مفكر فيها كويس وتكون مركز كمان. اقعد مع نفسك وخد ودي كده مع نفسك، وشوف الخطوة اللي انت عايز تاخدها دي هل هي صح ولا لا، هتبدأ يعني من انهي اتجاه، هتمشي فيها ازاي. ماشي؟ يعني بمعنى اصح انت محتاج يعني تاخد الخطوة بتأني عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها ويكون عندك نجاح. الاستعجال وحش، الاستعجال مش هيجيلك من وراه غير خسارة. قراراتك لازم تكون مظبوطة وتكون صح، وده مش هينفع طول ما انت متسرع وطول ما انت مستعجل. فخلي بالك انت متعرض زي ما قلت لك للخسارة. اقعد مع نفسك وادي قراراتك يعني بتأني، تكون مفكر فيها كويس، ولازم قراراتك تكون صح. خلي بالك كمان عايزة اقول لك على حاجة يا برج العقرب، انا ظاهر لي ان في امور كتير اساسا مش واضحة ليك. فازاي هتاخد قرار في شيء هو مش واضح ليك؟ في امور زي ما تكون متعطلة، في امور واقفة على حاجات، في امور واقفة ممكن على اوراق، واقفة على رد من حد، في امور غامضة، انت حاسس ان في حاجة مستخبية عليك. شايفة كمان فيكم ناس انتم بتدوروا ورا شخص، انتم حاسين ان الشخص ده مخبي عليكم حاجة، ويمكن اعصابكم تعبانة جدا برضو بسبب ان الشخص ده مخبي عليك حاجة ومش عايز يقولها لك، وانت عايز تعرفها وبتدور وراه او بتراقبه. ريح بالك يا برج العقرب، زي ما قلت لك خد وقتك واقعد مع نفسك عشان تقدر تاخد وتدي مع نفسك وتقدر تدي القرار السليم. وريح قلبك كمان يا برج العقرب. انا عايزه اقول لك على حاجه، زي ما انت كده وخليك في مكانك، الحاجه الغامضه او الشخص اللي انت مش مرتاح له او حاسس ان هو مخبي عليك حاجه هينكشف ليك وهيجي لك الحقيقه لحد عندك. فاقعد كده مع نفسك كده
ما تستعجلش، كل حاجة جايالك يا برج العقرب. برج العقرب انت عندك نجاح لحد من ولادك بإذن الله. شايفة كمان ان في علاقة انتم فيها يعني ممكن كان فيها مشاكل، كان فيها خصام، كان فيها انفصال. العلاقة دي هتتصلح، العلاقة دي هيكون فيها لم شمل بإذن الله، وعندكم رجوع للشريك او للشخص اللي انتم كنتم معاه في علاقة. بتفكر في سفر، يعني البعض منكم بيفكروا في سفر، بس زي ما يكون في تعطيل من ناحية السفر. بص عامة حتى لو في تعطيل الفترة دي، انا شايفة ان الفترة اللي جاية تبدأ امورك ان هي تستقر وهتمشي معاك زي ما انت عايز. بس انت محتاج ان انت تخرج من طاقة اليأس شوية، لان انت عندك حالة من اليأس، حالة من فقدان الامل، ودي مسكاك بقالك فترة ودخلت لك نوع من انواع الاكتئاب جواك، او زي ما انا قلت لك انت حاسس بضيقة في الصدر. كل ده بسبب الظروف الصعبة اللي انت بتمر بيها. على فكرة في ظروف قاسية عليك، على فكرة تعباك، في ظروف انت تحملتها ومش قادر خلاص ان انت تتحملها، جبت اخرك. وبمعنى اصح انت كان عندك طاقة انتظار جامدة قوي لشيء، وكان عندك شغف لشيء، والشيء ده ممكن يكون اتأخر عليك، او هو صعب ان انت تطوله، او الوضع بتاعك تقيل معاك الفترة دي. انا لسه قايله لك ان شاء الله امورك هتستقر، وامورك يعني بص هتمشي معاك زي ما انت عايز، وهتخرج من الظروف الصعبه دي اللي انت بتمر بيها، او الظروف اللي محطماك، او الظروف القاسيه دي، هتخرج منها والله على خير. تحمل شويه كمان، خلي عندك صبر، ماشي؟ يعني ان شاء الله هتتجازى خير. من بعد صبر الا جبر يا برج العقرب، وانت صابر ومتحمل. محتاج ان انت تقرب من ربنا يا برج العقرب، محتاج ان انت تدعي لنفسك كتير، محتاج ان انت تكون ملتزم بالصلاة. فيكم ناس مش ملتزمين، فيكم ناس بيصلوا بيقطعوا، لا ما ينفعش ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحده اللي هيقدر يساعدك، وهو الوحده اللي هيقدر يدعمك، وهو اللي هيبعت لك اللي يساعدك ويدعمك في الدنيا، وهو اللي هيفتح لك كل الطرق الكويسة ليك. ماشي يا برج العقرب؟ برج العقرب انت عندك في ضيف جاي لك من مكان بعيد، وزي ما يكون الضيف ده هو طرف ثالث جاي يحسم امر ما بينك وما بين شخص. ماشي؟ عندك امضاء على اوراق، عندك امضاء على عقد باذن الله. شايفه في عندكم طاقه من الانجاب لناس كتير منكم، في مواليد جديده هتتولد باذن الله. برج العقرب خلي بالك، لان انت عايش مع ناس مش عارفين قيمتك، عايش في وسط ناس مش مقدراك، ومن الواضح ان الناس دي بيقلبوا عليك كل شوية، ومن الواضح ان الناس دي بيقللوا منك او بيقللوا من اي حاجة انت بتعملها معاهم او بتعملها لهم، ومن الواضح ان الناس دي بتعمل لك مشاكل وخلافات كتير، ومن الواضح ان الناس دي بتتدخل في حياتك زيادة عن اللزوم، ومن الواضح ان الناس دي بتسمع منها كلام بيزعلك وبيضايقك، وكمان بيتكلموا عليك من ورا ظهرك وبيوصل لك الكلام ده وانت بتزعل قوي. والناس دي تعبك نفسيا، والناس دي بتحاربك حرب باردة، حرب نفسية صعبة باردة قوي، بتتعرض منهم لمضايقات، بتتعرض منهم طول الوقت ان هم مش سايبينك في حالك، ولا حاسين بيك ولا حاسين بيك. فانت تعبان، انت تعبان وعمال تتحارب من جميع الجهات للأسف، ومضغوط نفسيا، وبتسمع كلام بيضايقك وبيزعلك، وناس كتير حواليك قدامك بكلام من وراك بكلام، وشايفاك بصراحة انت جبت اخرك من الناس دي. برج العقرب، برج العقرب انا عايزة اقول لك على حاجة، انت في حالك ومش عايز تيجي على حد رغم ان هم بيأذوك، بتحاول تتماسك على فكرة، وبتحاول ان انت تتعامل معاهم او تجاري الجو، بس للأسف انا شايفاك ان انت يعني واخد قرار ما بينك وما بين نفسك ان الناس دي لو ما بطلتش اللي بتعمله فيك او في حقك انت مش هتسكت لهم، انت هتدوس عليهم، انت هتفرمهم، انت هتقلب عليهم الترابيزة، لان انت استحملتهم كتير قوي 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 وهم مستمرين في اذيتك. هو مش ضعف منك ان انت تستحمل، بس هم فاكرين انه ضعف. يعني انت بصراحة يا برج العقرب لو عليك انا شايفاك لو انت مستحمل وسكت كتير وسكت لهم كتير، مش عشان انت انسان ضعيف، لا عشان انت لسه باقي عليهم،
عشان انت بتحبهم برضو، وهم ليهم مكان عندك، ليهم معزة، او انت بتعاملهم باصلك، او انت ممكن يا برج العقرب تكون عايز تشوف يعني اخرتهم ايه، او انت عايزهم يعملوا ما بدلهم عشان خاطر لما تيجي تطلعهم بره حياتك او بره قلبك تكون مقتنع ان هم فعلا ناس غلط وما ينفعش يكونوا في حياتك. بس انا بصراحة يعني شايفاك انت ما يعلم بك الا ربنا من كل شيء، ومحدش حاسس بيك زي ما قلت لك، ويمكن دي تالت مرة اقولها لك. والله انت طيب بس مع الطيب، و... وحتى الناس الوحشة بتستحملها برضو، بس الفترة دي انت ما عندكش طاقة ان انت تتحمل حد. الفترة دي كمان انت عندك فراغ عاطفي، وعندك وحدة بتعاني منها جامد اوي على فكرة، وزي ما يكون حواليك ناس بس وجودهم زي قلتهم، يعني مش دي الناس اللي انت تقدر ان انت تفضفض معاهم او ان انت تقدر تتكلم معاهم في المعاناة اللي انت عايش فيها. للأسف انت مش شايف حد حواليك هو اهل ثقة على فكرة، مش شايف حد تقدر ان انت تتكلم معاه، فعشان كده انت كاتم جواك على فكرة وساكت، ومش لاقي اللي يفهمك الفترة دي يا برج العقرب. ويمكن كمان الناس بتفهمك غلط وبترسم لك صورة كده على مزاجها، فالله يعينك بجد على الناس اللي حواليك يا برج العقرب، انت ما يعلم بك الا ربنا بجد. انت محتاج ان انت تتجنب كل الناس الوحشة، اسمع كلامي، اتجنبهم، امشي من حياتهم، اخرج من حياتهم، اعمل لهم بلوكات، اعمل اي حاجة بحيث ان انت تخرج من القرف اللي انت فيه ده انت مع ناس قرف بجد يا برج العقرب. برج العقرب مش عارفه اقول لك ايه والله يا برج العقرب، انت عندك ذكريات تخص شخص من الماضي وبتفتكر شخص كتير الفترة دي، والشخص ده انت مشتاق له، والشخص ده يعني عايز تعرف عنه حاجة، ويمكن بتراقبه من بعيد لبعيد كمان. بس انا عايزة اقولك ان الشخص ده ما يستهلكش، ولا يستاهل ان انت تفكر فيه، ولا يستاهل ان انت تدخل جواك طاقة سلبية، لان التفكير في الماضي بيزعلك وبيدخل جواك طاقة سلبية. فحاول ان انت تفصل وتحرر نفسك من التفكير في الشخص ده او في الماضي. في هدية حلوة جاية لك بإذن الله، شايفة كمان ان ربنا هيبعت لك مساعدة كويسة او دعم كويس هيجي لك بإذن الله. شايفة ان في صاحب او في صديق كان في يوم من الايام كان وافي معاك هيقلب عليك وهيبعد عنك، او هيقلب عليك هيغير معاملته معاك، او هيعاملك باسلوب مش كويس. محتاج ان انت تحرر نفسك من الشخص ده. للأسف انت يعني بتحب الناس او جدع او مع الناس وبتتمسك بالناس الى ابعد حدود، بس للاسف الناس بتقلب عليك مره واحده وانت مش عارف ليه هم بيقلبوا عليك. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، الشخص ده لو انت حررت نفسك منه بعد كده هو اللي هيجي يرجع لك وهيبقى عايز يرجع لك ويدخل حياتك تاني. بلاش تقبله في حياتك تاني. هو ممكن يكون صاحب، ممكن يكون صديق، ممكن يكون حد من العيله، ممكن يكون شريك حتى، فما ترجعوش تاني حياتك. ماشي؟ في عندك نقلة مهمة في قلب حياتك الفترة اللي جاية، عندك نقلة من عتبة لعتبة على فكرة، عندك كمان نقلة في قلب شغلك بالنسبة للناس اللي بتشتغل، وشايفة كمان الناس اللي مش بتشتغل خالص عندكم فرصة شغل كويسة بإذن الله هتتعرض عليكم. محتاج ان انت تقرب من ربنا، محتاج ان انت تصلي زي ما قلت لك، محتاج كمان لو في عادة يعني اقول لك لو في عاده سيئه انت يعني بتمارسها، او انت مش قادر ان انت تتخلى عنها، او انت متمسك بحد مش كويس، حاول ان انت تحرر نفسك يا برج العقرب. ماشي؟ برج العقرب انا شايفه فيكم ناس كتير انتم في علاقه مع شخص عزاب كمان منكم. للأسف الشخص ده متعدد ومعاه طرف ثالث، ولو انت ما كشفتش حاجة زي كده هتكشف حاجة زي كده، هديك أمارة. الشخص ده انت علاقتك على طول معاه اون واوف، وعلاقتك على طول معاه فيها مشاكل كتير، فيستحسن ان انت تاخد خطوة الخروج من العلاقة دي وتحرر نفسك منه يا برج العقرب. برج العقرب انا عايزة اقول لكم على حاجة، انتم في ناس كتير منكم متصابين بطاقة سحر قديم على فكرة، والله اللي ظاهر لي هقول لكم عليه سواء راجل او مرأة. انتي كان في حد في حياتك ودلوقتي هو بعيد عنك، وللأسف الحد ده انت عارفة ومتأكدة ان هو واهله بتوع اسحار، وعلى فكرة هو اذيكي بطاقة سحر على فكرة. ولو انت حتى شاب ورجل كان في واحدة في حياتك انت كنت عارف ان هي واهلها على فكرة بتوع اسحار اذياك على فكرة بطاقة سحر، فبالتالي في شباب منكم كتير ظاهرين ليا عندكم تعطيل وعندكم وقف حال بسبب طاقة السحر دي، وما عندكم
عندكمش استقرار في حياتكم، سواء من ناحية شغلكم، من ناحية الماديات، من ناحية العاطفة. فبالتالي الفترة دي انتم ما يعلم بكم الا ربنا، فهونوا على نفسيكم وحاولوا ان انتم توقفوا تأثير الطاقة دي بقربكم لربنا. رابع مرة اقول لكم، ويعني السبب ده كان ظاهر لي من الاول، بس انا مرضتش اقوله لكم يعني في الاول بصراحة. يعني قلت لكم على طاقة الحسد، لكن والله العظيم وديني بحلف في طاقة سحر جامدة قوي قوي عند ناس كتير منكم يا جماعة. وممكن اقول لكم كمان على حروف اساميكم على فكرة. يعني في اللي معمول له طاقة سحر، اللي في اسمه حرف السين، واللي في اسمه حرف اليه، واللي في اسمه حرف الدال، واللي في اسمه حرف الالف، واللي في اسمه حرف الميم، واللي في اسمه حرف النون، واللي في اسمه حرف اللام، واللي في اسمه حرف الياء، واللي في اسمه حرف الت. وانتم معمول لكم طاقات سحر جامده. اول مره على فكره اقول يعني فنجان اقول لاصحابه، يعني اقول لهم اساميهم، او اقول الحرف اللي في اسمهم على فكره. ماشي، انا مش بحب اقول حروف ولا اقول اسماء، بس بجد انتم معمل لكم طاقه سحر جامده. وحرف النون كمان يا جماعه، مش عارفه قلت ولا لا، حرف الواو وحرف الراء. ماشي، فخلي بالكم يا جماعه، محتاجين ان انتم تحصنوا نفسكم كويس. ولو انتم كنتم متجوزين وحصل عندكم انفصال، طاقة السحر برضو لسه عندكم على فكرة، مش هتخليكم مستقرين في حياتكم، هتخلي مشاكل عندكم برضو. ولو انتم حتى ارتبطتوا بحد تاني غير الشخص اللي انتم انفصلتوا عنه، نفس الحكاية، مش هتكونوا مرتاحين معاه، هيحصل برضو انفصال تاني عندكم. ولو انتم عندكم ولاد، هتحس ان ولادك قلبين عليك، وهتحس ان ولادك مش كويسين معاك، وهتحس ان انتم بتاكلوا ببعض. كل ده بسبب طاقة السحر اللي عندكم يا برج العقرب. برج العقرب، انت محتاج ان انت تغير جو، محتاج ان انت يعني تطلع رحلة. في منكم على فكرة ناويين على كده، على تغيير جو بإذن الله. برج العقرب بإذن الله انت عندك نصرة في قلب قضية، عندك نصرة في قلب محكمة بإذن الله، ولو لك حق هيرجع لك بإذن الله. لو عليك ديون كمان يا برج العقرب هتتسد على خير الفترة اللي جاية. شايفة ان انت عندك لمة عائلية، وهتتجمع مع اهل، هتتجمع مع ضيوف، هتتجمع مع ناس بقالك فترة ما شفتهمش، هم هيجوا عندك او انت اللي هتروح عندهم. انت بتحب الناس يا برج العقرب، وتحبي يعني تكون موجود ومتواجد في وسط ناس، ما بتحبش الوحدة وما بتحبش الفراغ. بس للأسف الناس انت متعرض منها لمضايقات ومتعرض منها لضغط على فكرة. الفترة دي في موضوع متعلق يخص بيع او شراء عند بعض الطاقات منكم، بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هيتم معاكم على خير. احذر من شخصين مش كويسين هم في حياتك، احذر من شخصين عايزين يأذوك. بس انا قلت لك من شوية ان انت عندك نصرة، والنصرة مش في محكمة بس، لا، انت عندك عدل ونصرة على كل اللي يجي عليك يا برج العقرب. برج العقرب في ناس منكم كتير عندكم مشاوير كتير هتبدأوا ان انتم تعملوها الفترة دي بإذن الله، وهتخلص معاكم على خير. مشاوير تخص اوراق، مشاوير تخص ورق، فيكم ناس كتير انتم عمليين وبصين لمصلحتكم الفترة دي، بتحاولوا تظبطوا وضعكم العملي عشان خاطر اموركم المادية تتظبط، لان انتم الحالة المادية عندكم صفر او فيها لخبطة بمعنى اصح. محتاجين لمصاريف كتير، عليكم التزامات كتير وعايزين تكونوا قديها، ومضغوطين وما يعلم بكم الا ربنا. الله يعينكم على اللي انتم فيه. خلي بالكم من نفسيكم، خلي بالكم من صحتكم، لا اما انتم تعبانين لا اما داخلين على دور تعب على فكرة. شايفة كمان ان انتم هتسمعوا بحد تعبان يعني، او بخبر مش كويس، يعني ربنا يبعد عنكم كل شر. بس انا بقول السلب والاجابة عشان بس مصداقية الفنجان. ماشي، شايفة كمان ان انت على قد ما امورك مش بتكمل معاك، بس والله في انفراج عندك بإذن الله، في مشروع جديد هتدخله، او في يعني حاجة تخص شغل جديد هتتم معاك على خير. شايفة ان انت في طاقة انتظار لحاجات كتير ان هي تحصل معاك، هتحصل معاك يا برج العقرب. في طاقة انتظار لشخص يرجع عليك، في طاقة انتظار لمكالمة، في طاقة انتظار لرسالة، في طاقة انتظار لسفر، في طاقة انتظار لشغل. اي حاجة انت في طاقة انتظار ليها بإذن الله هتكون من نصيبك. والتأييدة اللي انت موجود فيها دي بسبب طاقة سحر وبسبب عوارض سلبية انت تحاربها ازاي؟ بقربك لربنا.
بقلبك لربنا يا برج العقرب. برج العقرب بحبكم كتير في الله، وانا اسفه طبعا على التاخير غصب عني، ما يعلم بي ان ربنا. انا كمان انا تعبانه اساسا نفسيا شويه، وما بحبش اطلع اشوف فناجين بجد وانا تعبانه، بس انتم يا عيني مش مبطلين كلام وتعليقات، وناس كتير بتصعب عليا، وانا من النوع اللي ما بعرفش يعني ارد حد في حاجه هو عايزها. بص، كروت الملايكة بتقولك مطلوب منك اعادة النظر، واعادة النظر هنا في حق او في حاجة انت عايز تاخدها او تطالب بيها. ماشي. هنا في قريبا جدا في كروت الحب ان شاء الله باذن الله عندكم ارتباط. بيقولك الكارت فكر بتأني، وانا يعني وجعت لك دماغك من حتة ان انت لازم تفكر بتأني ولازم تقرر بتأني، وكل ده ليه؟ عشان تشوف الامور بوضوح. ماشي. امورك كلها هتكون بخير يا برج العقرب. بحبكم كتير في الله، ومع الف سلامة.